بعد 54 عام وفي نفس الذكرى في نفس التاريخ لثورة الشواف التي حدثت في هذه المدينة وتضمخت تراب هذه المدينة بدماء أهلها، يحدث اليوم حادث مؤسف جديد، حادث مأساوي، أن يطلق الرصاص من قبل قوات أمنية على متظاهرين عزل. أرجو أن يتسم الجميع بالصبر والهدوء، وأن يكون في هذا التاريخ وبهذه الدماء الطاهرة عبرة لكي نتعظ منها ولكي نحفظ أمن بلادنا واستقرارها. السيد عز الدين الدولة وزير الزراعة المحترم يتقدم إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تعلمون أنني أعمل وزيرا للزراعة في الكابينة الحكومية، وأنا الوزير الوحيد من نينوى، وأهلي وأحبتي وشعب نينوى أرسلونا إلى بغداد لإنصافهم والمطالبة بحقوقهم. اليوم أهلنا في الساحات منذ ما يقارب 3 أشهر، والحكومة التي أنا جزء منها تتلكأ في تنفيذ المطالب المشروعة منها. هذا اليوم وصل السيل الزبا، وذلك بإراقة دم المتظاهرين، وتعلمون حضراتكم اللي حصل اليوم في الساحة من تضحيات. لهذا أنا أعلن أمام الشعب العراقي وأمام أهل